السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن نجيب الريحاني وفيلم غزل البنات. صلى على النبي وكل من النبي يصلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. الحقيقة إن الفيلم ده طلع عليه إشاعات كتير واتقال عليه أقاويل كتير. ممكن بعضها عشان الفيلم يتشهر، ممكن بروباجندا عشان الناس تتفرج عليه. احتمال في الكواليس حصل حاجات كتير، لكن الفيلم طاله كتير من الإشاعات. الفيلم ده كان من أهم أفلام نجيب الريحاني، مع إنه عمل أفلام كتير، بس لما تتكلم مع الناس تقولك غزل البنات من أكتر الأفلام اللي أثرت في مسيرة نجيب الريحاني. والغريب إنه كان آخر فيلم يختتم بيه حياته الفنية. الفيلم ده حكايته حصلت بالصدفة البحتة. كان نجيب الريحاني وليلى مراد بيسكنوا في نفس العمارة، يعني جيران، بس طبعا بسبب انشغالهم هما الاتنين ما كانوش بيتقابلوا إلا فيما نظر. كل واحد كان عايز يقابل التاني، بس ما كانش القدر بيجمعهم سوا. وفي يوم من الأيام نجيب وليلى هما الاتنين اتقابلوا في مدخل العمارة، واحد داخل والتاني خارج. نجيب سلم على ليلى بحرارة. كمان ليلى لما شافته ابتسمت وفرحت قوي، وقالت له أهلا بالأستاذ، وبدلته نفس الحرارة وأكتر. نجيب الله يرحمه قال لها: يا ست ليلى، عايزين نشتغل مع بعض فيلم. أنا بقترح عليكي فيلم نشتغل فيه إحنا الاتنين سوا. في الوقت ده كانت ليلى مراد متجوزة أنور وجدي، اللي جريت عليه وحكت له اللي حصل بينها وبين نجيب الريحاني، وإنها قد إيه مبسوطة وفرحانة إنه عرض عليها تشاركه أحد أفلامه. أنور وجدي ما كدبش خبر، وراح لنجيب الريحاني وحط بين إيديه سيناريو غزل البنات. قال له: أنا عندي سيناريو أهو، أنا اللي كاتبه، وهسيب ليك التأليف أنت وبديع خيري. أنا عارف يا أستاذ نجيب إنك أنت بتحب تكتب الحوار، فيكون شرف ليا إنك أنت بديع خيري تشرفوا على كتابة الحوار. ساعتها نجيب الريحاني وافق ورحب بالفكرة. المهم اشتغلوا هما التلاتة في الفيلم، نجيب وأنور وليلى. كانت كواليسه حلوة قوي. ليلى مرة بتقول: عمري ما هنسى كواليسه قد إيه كانت جميلة وكانت صحية. ولما خلص الفيلم وأثناء فترة المونتاج، طلب نجيب الريحاني من أنور وجدي إنه يتفرج على نسخة الفيلم. وافق أنور وجدي، ودخلوا هما التلاتة يتفرجوا على نسخة الفيلم قبل العرض. من شدة جمال الفيلم وتأثر نجيب الريحاني بكى من المشهد اللي فيه هو وليلى وبيسلمها في الآخر لحبيبها أنور وجدي. بكى من شدة التأثر. وده كان آخر فيلم عمله نجيب الريحاني، وزي ما يكون كان بيبكي على القدر اللي مستنيه. للأسف ما مرش أيام ورحل نجيب الريحاني أبرأ قبل عرض الفيلم، والناس سمعت الأخبار إن فيلم نجيب الريحاني اللي هيتعرض اليومين دول هو آخر أعماله، وإن هو توفى قبل ما يشاهده. وطبعا دي كانت بروباجندا قدرية للفيلم، والناس ما تعرفش إن نجيب الريحاني شاف نسخة من الفيلم. كمان اتقال إن نجيب الريحاني في بعض المشاهد الأخرى أو الأخيرة في الفيلم ما مثلهاش. ده طبعا ما حصلش، لأن نجيب خلص كل شطاته وكل أدواره، وكمان شاف الفيلم في المونتاج وتأثر وبكى زي ما قلنا. طبعا أحيان كتير قوي بياخد بعض اللقطات وبعض البروباجندا بتحصل في الأفلام بتكون على سبيل الدعاية والتشويق للجماهير. بيحطوا حاجات وبيشيلوا حاجات، بيحطوا ملح بيحطوا فلفل، بيكون حاجات حقيقية حاجات مش حقيقية. زي كتير قوي بيطلعوا إشاعات على بعض الفنانين وبتكون مش حقيقية، بس بتكون لخدمة العرض اللي شغال في السوق. دي كانت أفلام ليلى مراد وأنور وجدي ونجيب الريحاني، وده كان آخر فيلم ختم بيه نجيب الريحاني حياته. الله يرحمه، كان قامة وقيمة كبيرة جدا، عمرنا ما هننساه. فنان من الزمن الجميل. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني.